السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. الأهلي يفوز على المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف، ويعزز صدارة جدول ترتيب الدوري ويبتعد عن أقرب منافسيه بيراميدز ب5 نقاط مع فارق مباراتين أقل. الزمالك يحيي آماله في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي ب3 أهداف مقابل هدف واحد. رسميا الزمالك يضمن المشاركة في بطولة الكونفدرالية بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب في حالة الاعتماد على ترتيب الدور الأول. كولر بعد الفوز على المقاولون العرب: أرضية الملعب سيئة للغاية والملعب غير جيد، نلعب كرة تعتمد على الاستحواذ، ولكن على هذا الملعب الكرة لا تتحرك بسلاسة. أتمنى أن تكون مباراة اليوم هي الأخيرة لنا على هذا الملعب، وكان من المهم أن نحقق الفوز بأقل مجهود وطاقة، وسعيد بهذا الفوز بعد توفير طاقتنا لمباراة السبت المقبل الهامة أمام صن داونز. محمد عبد المنعم يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولين العرب. الأهلي يقرر حقن حسين الشحات بحقن البلازما للحاقه بمباراة صن داونز السبت المقبل. أحمد قندوسي: نسير بخطوات ثابتة في بطولة الدوري، تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع المنافسين في البطولة كان مهم للغاية، ولم أحتاج إلى وقت كبير للانسجام بفضل الروح الإيجابية بين اللاعبين. أعتز باللعب وسط هذه المجموعة المميزة، وحصلنا على دفعة معنوية كبيرة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، ونعلم جيدا صعوبة المهمة، وسوف نلعب من أجل الفوز واستكمال المنافسة على التأهل. وكل الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر للاعبين، أنتم الدافع الأكبر للفريق. الخطيب يحفز لاعبي الأهلي بمكافآت كبيرة في حال الفوز على صن داونز في جنوب أفريقيا. نبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي عن ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك: شاهدنا جميعا ركلة الجزاء الخيالية التي احتسبت للزمالك من وحي الخيال. بيريرا بعد الفوز على الترجي: أهدي هذا الفوز إلى مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى والجماهير ولاعبين فريقي أفضل فريق في مصر، وفازوا بالدوري والكأس. الهلال السوداني يفوز على القطن الكاميروني بهدفين مقابل لا شيء، ويرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة. الرجاء المغربي أول المتأهلين للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في جميع المباريات. تشيلسي وبنفيكا البرتغالي أول المتأهلين للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. النصر السعودي يفاوض البرازيلي فيرمينهو مهاجم ليفربول للتعاقد معه في الصيف القادم بشكل رسمي. توماس مولر قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: أظن أن العالم بأسره يحب مشاهدة مبابي، لكن لا نريد أن نشاهده غدا بل مضايقته وإزعاجه، وإذا صارت خطتنا كما ينبغي فلن يعيش ليلة سعيدة. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا وأخبارنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.